الأكلات الشعبية القديمة غالبا بتكون صحية جدا وطبخها ما في أسهل منه، وريحة هدول الأكلات الشعبية القديمة مربوطة بذكريات حلوة كتير. اليوم بدي أعمل أكلة لما كنت أدخل على بيت ستي أو نانتي باللهجة الحلبية وأشم ريحتها أدخل على المطبخ فورا، أسخن خبزة وأبدأ أغمس وأقرش بها المخلل. اليوم رح أعمل مفركة الكوسة. بدي أذكر بشغلة مهمة بالطبخات اللي فيها كوسة مفروم، دائما بنفرم الكوسة وبنرش عليه شوية ملح وبنتركه على طرف 10 دقائق ربع ساعة، بيطلع منه سوائل أنا ما بدي إياها بالطبخة. عشان هيك فرمت الكوسة ورشيت عليه الملح وتركته على طرف. بهالأثناء قليت البصل مع اللحمة، شوفوا السوائل اللي طلعت من الكوسة، ومع ذلك لسه بيفرز السوائل أثناء الطبخ. قلبته فوق اللحمة وحركتهم مع بعض نص ساعة لحتى يستوي. آخر 10 دقايق بشيل الغطا لحتى تنشف هالسوائل اللي طلعت، وبس تنشف تماما بضيف البيض. ضفت لهالكمية 5 بيضات، ما بننسى الملح والفلفل الأسود. في ناس ما بتضيف بيض، طبعا كل واحد على راحته، بس مفركت الكوسة أصولها بالبيض. ضفت البيض فوق الكوسة واللحمة وبحركهم لحتى يستوي تماما، بياخد ربع ساعة تقريبا. صارت الأكلة جاهزة، سكبوها بهالصحن. لا تنسوا المخللات والفلفل الخضراء وسخنوا هالرغيف الخبز. وصحة وألف هنا، والله يرحمك يا نانتي شقد كنتي تساويها.